الدراري البنات فيا الموت ديال النعاس صايك في لوتوروت، وقلت بلا ما يديني النعاس اجي نوقف واحد السطاسيون. وقفت خديت شي حاجه ناكلها 2:30 ديال الليل. بالمناسبه دابا في التايلاند هي 8:30 ديال الليل عندكم في المغرب، وكنقرا ميساجات فهمتي تنجاوب يوميا. كنجاوب على 7 ديال لي ميساج كيجيو بزاف صراحه، ولكن اخوان كنجاوب على 7 اللي كيبانوا لنا السيري ماشي مصيفط لي السلام. وقريت هذا الميساج هذا، وخا السيد قال لي راه محال تقراه، محال تجاوب، محال كذا. والله خويا لا ما بغيتش نقول ضرني في خاطري، لان ماشي في صالحي انا الميساج يضرني في خاطري، انا نقول لك علاش. ولكن اخويا تستحق ان نجاوبك، لان بحال بزاف الناس بحالك، وبالعكس انا ما باغيكش تكون في هذه الحاله اللي انت فيها. وغادي ندير انا بزاف ستوريات دابا شاد الطريق وانا مريح هنايا، غندير ستوريات ولا خديتي بهم اخويا راه تمشي بعيد، لا انت لا بزاف الناس. عرفتي الاخوان ماشي هذا الاخ هذا، 99% ديال الناس اكبر مشكل عندكم ما كتشوفوش اشنو عندكم، كتشوفوا اشنو اللي ما عندكمش. شفتي انا قريت داك الميساج ديالك راق 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 راق، قريت فيه انت واعر، ولكن انت ما شايفش واحد الكوتي زوين. رجع للميساج ديالك كتبتي انا خدام وما درت والو. كاين واحد بزاف ديال الناس انت الاخ احسن منه، هما ما خدامين وما دايرين والو، فهمتي؟ يعني انت احسن منه، يعني خدام ولكن شوف واش ركزتي وما داير والو. هاد الهضره خليها الناس اللي ما خدامينش ما دايرين والو. راه انا نجي نقول لك المشكله الاخوان اللي كارثيه اللي كطرى لكم يوميا، المشكله الكارثيه. دابا هاد الاخ هو كيكتب لي هاد الميساج، وانت عايش نهارك، وانت في اي يوم عادي مريح مع راسك تقول انا محنس راسات، انا ما عنديش، وانا محال خرج الشهر اشنو باش غادي نوصل. وبحال هاد الاخ هذا اللي كتبها كاع في ميساج، هاد الاخ هو مريح تيفكر انا 37 عام ما درت والو في حياتي. راه الله في اي لحظه في النهار كامل كيسولك اشنو باغي، اشنو كيلقاك انت كتقول 37 عام ما درت والو في حياتي. اوكي راه صافي غادي نردوك ما درتي والو في حياتك. وانا فاشل اوكي، ومعلم وربي تيسولك تيقول لك اش باغي، ما تيقوليش شكي عليه كيما جيتي كتشكي عليا انايا. ما شكيتيش عليا انا، تنقدر هاد الاخ ما طلبنيش قال لي عاوني ولا كذا، ولا الميساج ديالو واعر عليها، خلاني على قبل ندير ستوريات في هاد الليل هذا. هو ما كانش كاع تيتسنى الجواب، ولا ما كتكونش كتسنى حتى هادي واعر. واخا اخي السيمون انت كيفاش كدوي مع راسك، ماشي انا كيفاش كندوي مع راسي. بزاف الناس الناجحين كيفاش كيدوي مع راسهم، والفرق هو بزاف كاين في كيفاش كدوي مع راسك. انا خويا كيفاش كندوي مع راسي، قاطع الحوار السلبي الا نادرا، الا نادرا مره فشحال. وما كنقراش الاخبار على حقاش يجي يردوني سلبي، ما كنقراش الجورنال، ما عندي ما ندير به. وعارف انت الا قريت الجورنال غادي نبقى نقولوا ما بقى ما يدار وكذا، وربي غادي يسولني. انا ما عرفتش كيفاش وصلت القناه ديال ربي تيسولك ديما، تيسولك تيقول لك شنو باغي، شنو باغي، شنو باغي. غادي نقول له صراحه اخي ما بقاش بان ليا في هادشي، هاد الشفره وهادشي اللي طاري في البلاد راجع هنا للور، لان قريت الجورنال. ربي يسولك شنو باغي. انا الاخوان كيفاش كندوي مع راسي كيما كيدوي بزاف الناس الناجحين مع راسهم، كندوي باغي ندير هادي، باغي نفعل هادي، غادي نوصل لهادي، هاكا كندوي النهار كامل داكشي الزوين، مركزي في داكشي الزوين. انا زيد نبسط لك الفكره الاخ في اطار شنو باغي. انت كتقول لي وانا محنسار وما عنديش، اشنو باغي؟ ها الجواب شنو باغي. العام الفايت درنا قدا قدا، هاد العام خصنا نديرو قدا قدا. الكوتي ديال الصحه ما كنتش فيه مزيان في 2023، ولكن 2024 غادي ندير هادي وهادي وهادي. الكوتي ديال كذا ديفلوبا الحمد لله في 2023، ولكن راه باغي غادي ندير هادي وهادي وهادي وهادي. واخا الاخ اشنو باغي، ما تقولش عندي 37 عام وما خدام ما ردا ما دير. اشنو باغي، اشنو باغي، اشنو باغي، اشنو باغي. باغي نوصل هنا ندير كذا، قول اشنو باغي اصاحبي. فكر اشنو باغي، كتب اشنو باغي، فكر اشنو باغي. ما تقولش لينا 37 عام، هذا ماشي هاد الهضره 37 ماشي مع هاد الاخ، كاملين اشنو باغي. قول اشنو باغي، ما تشكيش. نتوما لاكتاري ديالكم كتبقى تيشكي، وكل ما كتشكي كترجع للور. حاجه اخرى في الميساج الاخوان، وهذا الشيء كيعذبني،
هادشي كيعذبني، ماشي ما ندوش على الميساج، هادشي هو اللي كيعيش 99% ديال الشعب كيعيش بحال هكا، وهادشي كيعذبني. وانا ملي كنشوف ستوريات الانفلونسرز كنمرض وكنحقد وانا كافر في حياتي. الصاط هادشي شنو كيدير؟ انت كتجذب داكشي اللي بحالك. راه انا كيطرا شي موقف خايب كنحاول نبدل المشاعر ديالي. انا بلا ما نقول لك عندك درهم مدو، عندي شي بركه ما نقولش لك شحال كنمدها، تكون بركه كبيره كنمدها كيتبدل داك الشعور. علاش؟ لان غادي نبقى نجلب احداث وداك الشيء بحالها، وهاديك كيعذبني ما نافعكش الاخ. ما خاش تكون حاس شي شعور خايب، خصوصا المشاعر هو اعلى ليفل كيحدد حياتك فين غادا. خونا اللي عايش فرحان وسعيد كيجلب احداث زوينه وتيبان لك ناشط واموره ميسره. مستحيل تكون بحال هكا وتجلب امور زوينه في الحياه، مستحيل الاخ، مستحيل. انا الاخوان راه تيجيو بزاف الافكار في الراس، نمشي نجيب الماكله راه الله عيطوا لي وجدت الماكله، او فيا واحد النعاس خطير ومزيان هاد السطوريات نتلا بهم نشوف الطريق وكناكل حتى نوصل. لان الاخوان حاس بالعيا وما باغيش نضرب شي حبات البيت موتيفيتي تبقى شاداني حتى الغدا مع العشيه نقدر نعس، وما باغيش نعس في العشيه يتخلص ديال النعاس، وما باغيش نضرب شي قهوه تفيقني حتى ل 7 الصباح، باغي غير نقاوم نوصل النعاس ان شاء الله. نمشي الاخوان نجيب ما ناكل ونجيو نكملوا السطوريات ان شاء الله. غنعاود لك الاخ واحد القصه مزيانه انت ما تيقاش. واحد الاخ المهم تخيل معايا، هاد الاخ ما كاينش، داعين عليه والديه، ضرب معاهم في الدار، خارج من الدار قالت ليه موسى الله يلقالك. اصلا هو ملي جا عند والديه جا تيشكي عليهم شي مشاكل اللي كانوا عندهم مع المراه، ضربوا ولا مراه ولا ولاد ولا مشاكل. مشى عند شي صحابو حتى همايا جا بغا يعاود ليهم، المهم طاح فيهم حتى همايا ناحسين ما جاومش في نهارهم، شبكات ومشى مريح منرفز وحاقد، وهي تجي واحد الفكره ما يمكنش، وهذيك الفكره هي اللي بدلت حياته. ما يمكنش عشير هذا ما تتلاقاش معاه، الفكره اصلا ما يمكنش، هادي مستحيله. راه فهمتي دابا اش بغيت نقول لك، لانه مستحيل الاخ تنزل عليك شي فكره واعره وانت ما تجذبهاش. ما انت ماشي في واحد الحاله نفسيه ديما كتجذب داكشي اللي بحالك، انت ماشي في حاله نفسيه مهيئه تجيك فكره اللي تبدل لك حياتك ولا شي حاجه، ولا اصلا انت تفكر ديري شي كارثه شي مصيبه، الا مشيتي هزيتي شي جنوه وخشيتي في شي واحد، هادشي اللي ممكن دير. ولا ما كتزيد تسكيلي في المشاكل اخرتها يا غادي تكون معلق بشي حبل، يا هاز شي موش غادي ترشقو في شي. نرجعوا للاول، كادي تجيك هاد الفكره كيفاش اصلا الافكار الواعرين انت تيجيوك يا فوقيت الصلاه يا فوقيت الميديتيشن، شي حاجه تالفه لك 70 عام كتمشي تصلي باق كتجي في والله الا علاش. المهم خلينا حنا من علاش الصلاه، ولا مريح بوحدك في شي خلا، ولا مريح في شي اوطيل زوين، ولا مريح في شي كوان زوين ومسولاجي ومرخي ومرتاح. ملي تكون النفسيه ديالك مرتاحه غادي يبداو يجيو الافكار، غادي يبدا تجذب الحوايج الزوينين لحياتك. واحد الحاجه الاخوان، راه حنا فهمتي حنايا 40 مليون مغربي مسلم، كلشي كيدوي في الدين، كلشي فاهم في الدين، كلشي كذا، حتى واحد ما كيدير به الصلاه. تجي نصليو تيصليو سجد طلع سمع الله لمن سمع الله، تنضل تنقولها لمن حمده. ملي كتقول جا باش انا هاد الاخ هذا غير الاخوان اكزومبل، ماشي تنشدينو هو تنديروا ليه عمليه الجلد، بالعكس انا هاد الاخ هذا كون ما كانش عجبني ما نجاوبش، ما ندير ستوريات وانا شاد الطريق، غادي نمشي نوقف في ستاسيون، باقا نوقف في ستاسيون اخرى الاخوان، لان حاس براسي فيا العيا. اخوانا شنو 40 مليون مسلم، شنو ملي كتصلاش كتقول يوميا سمع الله لمن حمده، ما تحمدوش الله صاحبي، ما كتحمدوش الله، وقليل من عبادي الشكور. الله عارفكم صاحبي، عارفكم قليل اللي يشكر الله، فهمتي؟ وان تشكروني لازيدنكم. الاخوان لا غلطت في الضمه هذاك فهمتي، بقاو شي وحدين تيجيو تيديروا لي الاعراب والنحو، انا الاخوان فاهم ما حافظش، مشكلتكم نتوما حافظين ما فاهمينش. هذه الاشكاليه اللي طاريه الخوت، هي تنمشي تنقول لكم شي ايه فهمتي تقول لي لا راه وني ماشي ونا ولا
وانا عباد الله كنبدا نشير لك القمر، انت كتقول لي لا راه صبعك اللي شيرتي به راه فيه واحد الضربه وانسى صبعي يا صاحبي. ركز في شي حاجه كبيره، الله يرحم لك الوالدين. انا تنقول لك رجعوا للموضوع، وان تشكروني لازيدنكم. شكر، عندك شي حوايج بساط حمد عليهم الله، راه امتحان، انت راك في امتحان يوميا، انت راه في الحياه راه امتحان. الاخ الخطا في الخرجه، اعتذر الاخوان، قلت واحد الخطا في الخرجه السطوريه الفايته، قلت له صحاب الديانات، حتى الاخرين راه عندهم ديانه، حتى البوذيه راه ديانه، حتى غادي شي واحد يسموها فلسفه، الهندوسيه ديانه، ديانات اخرين عطاهم الله. كنت نقول في الخرجه السطوريه الفايته هادو اهل الكتاب، هادو الناس اللي عندهم دين مرتبط بشي كتاب سماوي، يهودي مسيحي مسلم، هادشي اللي بغيت نقصد. ورغم ذلك تمشي للبوذيه، تمشي عند الهندوسيين، غتلقى نفس الكونسيبت ديال انا عند ظن عبدي بي، دير الخير، ما كون انسان ايجابي متفائل طموح في الحياه، غتلقى نفس سميتو. ولكن واش كدير به انت كمسلم؟ واش كدير به؟ بنادم ما تيصلي النهار كامل اصاحبي، تيصلي 5 ركعات وكيتقول كندير النوافل وكذا، وحياته ما داير فيها والو، ما خدام والو، تيقول سمع الله لمن حمده وساخط، تيضل يقولها وساخط. وهذا الاخ اللي هو ساخط راه في الداخل ديالو تيقول الله راه ما كيسمعش لينا، حنا فقراء وما عندناش، وكنضل نصلي وكنوض الفجر. ماشي الاخ، راه انت فهمتي، قال لك سمع الله لمن حمده، انت ما كتحمدش الله، وبالتالي نعكسوها عاوتاني، يعني ما كيسمعش الله اللي ما كيحمدوش. والمشكله عندنا في المغرب للاسف و 99% ديال الناس، ما نقولش لك ما حامدينش الله، ولا خليني نقولها ما حامدينش الله، ما كيقولش الحمد لله، باغي 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 باغي. مزيان تكون باغي، مزيان تكون باغي، ولكن انت البغو فيه وفيه. ملي تكون باغي ما تتعلقش بالحاجه، لان واحد اللي في هذه الحاجه خصك تتعلق به، باك وامك وما خاصكش تتعلق بهم، خصك تتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما تتعلق حتى بشي حاجه اخرى. هذا هو الامتحان، والله كيتختبرك. وهذا الشيء الاخوان هو قمه الامتحان، هو هادي. دابا الناس كتلقاها متعلق بالطوموبيله والدار ومره والشاد وكذا، والشهر كيدوز بالعذاب والكريديات، وعندك ما عندك شد الصدرة، تعلقتي بشي حوايج وكتجي تعيش معذبه مع المراه. تنشوف انا راه ما، ولكن راه ماشي، راه انا ما نبدلش، ما عندي ما نبدل هاد السطوريات اصلا، ما كانش خاصني كاع نديرهم. وكاع هاد الاخ هذا كان خاصني نصيفط ليه اوديوات بيني وبينه. راه المعلومه ملي ماشي المعلومه، راه انا نسمي هذا راه ولد الطيط اللي هو انايا، اللي غادي يمشي يبقى يقول لعباد الله خصك دير وخصك دير وخصك دير، وتجا في راسك، تجا في راسك. هذه هي الصراحه الاخوان، واحد ما طلبش منك، واحد باغي يبقى عايش في داك الجيل، خليه هو مرتاح تما، تفرق معاه. هادشي اللي كان خصني ندير. كلما الاخوان تعلقتي بالاشياء وتعلقتي بالاشخاص تتعيش معذب في هذه الحياه. هذا الله مصيفطك هنا، ما مخلي من جهته هو، ما خالصك انت حتى حاجه، ما خاصك والو، ولكن خصك تثق في الله وتعلق بحاجه وحده هو الله. الناس ولا اللي معلق بالطوموبيله، مرة ولاد، كريدي، الدار الناس كيعيشوا معذبين الاخ، كيعيشوا معذبين بزاف. وبالعكس كتولي الامور كتعكس، لان انت كتقول بغيت وعندك واحد التعلق. انا تنقول لك راه ديما تيسولك الله شنو باغي، ولكن خاص تقول شنو باغي بلا ما تتعلق، بلا. راه بنادم، راه بنادم، راه كنضل تيجيني هادي خويا سيمو، واش مخلي الفيراري في المغرب والطوموبيلات الاخرين، مخلي الفيراري والمازيراتي والجاكوار والفيلات والاراضي، سامح في كلشي، ما عندي ما ندير بها الصدر. واحد كتلقى عنده يركاطه، كتلقاه كيعبدها، تعلق بها، والله حتى تيعبدها برا. يلا نمشيو، كاين واحد الخدمه في دوله اخرى، لا هذا واجي نخلي داري ونخلي طوموبيلتي ونخلي حوايجي ونخلي الريحه ديال الدار ونخليها، ولا زاوي تفكك من داكشي. راه ولا الفيراري سامح فيها، والمازيراتي والجاكوار، والفلوس في المغرب، وسامح في كلشي. وربي رازقنا ما اكثر، وربي رازقنا ما احسن، وكل عام كيزيد يرزقنا. متعلقين بواحد
الله سبحانه وتعالى، واللي طلبناه الحمد لله كيعطيها لينا، ولكن بالاختبار. بغيتي 50 مليار اجي نتيستيك بعدها في 500 مليون، مورا نتيستيك في مليار، مورا نشوفوا انت واش تحمد الله، ولا الاخر ديال هذا العام هذا انت باغي 50 حنا عطيناك 500 تقول تفو ما وصلتش للطارجيت، يقول لك نزل على 20 نزل. كلما الاخ انت في الحياه الا ومعرض للاختبار يوميا، الا ما قلتلكش كل دقيقه ماشي حتى كل ساعه، فهمتي؟ ملي كتفيق حتى كتنعس الحساب ديالك كتاخذو في الاخر. واش كتعامل الناس مزيان؟ خونا اللي عندك ما عندكش فيهم مصلحه واش كتعاملهم مزيان؟ هذيك اللعبه اللي تيكون في قلبك الغدر والمكر، راه داك الشيء فهمتي تتنقلب عليك. كاين اللي يجي دابا يقول لي فرعتي لنا راسنا صاحبي في هذا الليل هذا، كون وصلتي للدار استونيتينا صاحبي، ولا هذا الفرع هذا اللي درتي. كاين غيبقى يدير صحاب الفهم، وكاين الناس ملحدين ومصوفيين وبخير. هذا شنو معلم؟ انت والملحده تزرعوا الشجره، ماشي انت على حقداش كتصلى غادي تنوض بالسربه. هذاك تيتسمى عمل خدمه معلم. وهذوك الناس واخا ملحد داير بالقوانين الكونيه وتا هو داير بداكشي اللي طلب الله. لن تنالوا البر سير شنو قال لك الله انت كمسلم؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفق من داكشي اللي باغي اللي تتبغيه. انت تتبغي الفلوس، ورينا اخويا واش كتعطيه الفلوس، ورينا كتعطي من داكشي، ماشي شي حاجه شاط عليك في الدار. ولبسان شاري جوج، هادي هي شاري جوج، وحده خارج تصدقها وحده خارج، وحده لابسه باغي تلبسها وحده خارج تصدقها. وهذوك الناس اللي كتقول عليهم ملحدين الاخ في العمل، انت ما تديرش هما كيديروا، هذا هو الفرق اللي بينك وبينهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سير لديك الليسته ديال لي بليونير وشوف شحال كيتبرعوا كل عام. تقول لي هما ملحدين لا كيديروا العمل. راه ماشي الا كنتي كتصلي تزرع الشجره تنوض والملحده يزرعها ما تنوضش، لا ما تخلطلناش هذا بهذا. بزاف ديال السطوريات درتهم الاخوان، من بين هاد السطوريات هادو كنت كنتفرج في السطوريا قبل ما كندير لها بابليش، وما درتش لها بابليش لان بزاف ديال الهضره ما خصهاش تكبر. ما كاين شي هضره تنقول للدراري صحابي تيبان لي شي واحد غلط وهو باغي شي يجي تيسولني، ولا هما تنبان لهم انا غلط يجيو يقولوها لي، ولكن واحد الشخص عايش مرتاح انت تجي تبقى تفتي عليه. شكون انت؟ تندوي على راسي. بالتالي من الاحسن تسد فمك بزاف، والله تسد فمك احسن بزاف. الاخوان تيقول لي 15 ما كانش عندي الاخوان هاد العلم. اصلا انا 2015 كنت ملحد، فهمتي؟ 2015 ماشي ملحد الاخوان، ربوبي، انتو باش نحطوا المصطلحات الصحيحه. 2015 كنت ربوبي، واحسن حاجه طرات فهمتي. عاد تلاقينا مع المسلمين الحقيقيين، ماشي المسلمين اللي ما بقاش نتسيلبا. حتى تلاقينا مع المسلمين الحقيقيين عاد ولينا عرفنا الاسلام الحقيقي، عاودنا رجعنا عاوتاني للاسلام تيبان لينا كاسلام. على حقيقه الخوت ملي جينا لدول اسيا تلاقينا مع مسلمين حقيقيين. خلينا على حقيقه ملي كنت في المغرب وانا صغير وفي ديك الفتره ديال الشك وداك الشيء، كان واحد السؤال ديما كيطيح ليا في الراس، ملي هذا الاسلام هذا واعر علاش حنا داير راجعين للور؟ لان الخوت انا ملي بعد هذه المسيره في الحياه استنتجت ان راه ما كاينش فعلا مع الاسلام كاين الحفظ ما كاينش الفهم. كاين بنادم تيدوي على المسلمين ولكن ما كاينش تيعيش مسلم حقيقي، ما كايناش السطر. هو اضعف الايمان حنا كندويو غير سمع الله ولمن حمده. ملي دويتي معنا ساخط انا كاعي وهو كاعي، ساخط كاعي ما هذا الشيء لا، هذه ماشي من اللي حاجه كاع اللي خاصها تكون في المسلم، فهمتي؟ سمع الله ولمن حمده خاصك تكون حامد الله ديما، ولكن ما تحمدوش الله، هذا اضعف الايمان. وكان عندي ديما التساؤلات هذه ديال ومن اخي هذا الاسلام بحال هكا علاش ما طلعش لنا شي دوله ناضيه. كنت ديما الاخوان تنتسائل فين هي الدوله هذه المسلمه اللي غادي تورينا ان هذا الاسلام هذا الامه تمشي بعيد وتكون في قمه القمه. فين هي؟ شوف بلا ما نبقى كلشي بلا ما نبقى نسمي لك الدوله، بدا من عندنا والجار للجار للجار تجار 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 الجيران والو ما كاينش. ولكن انا نرجع نقول لك كاين. لحسن الحظ شاءت الاقدار ان نجيو لدول اسيا وننزل في سنغافوره وتجي نسمع في المطار الا كان عندك الحشيش سلم راسك باش نحكموا عليك بالمعتقلات شي حاجه بحال هكا.
لان الا اكتشفنا انه عندك غادي نقطعوا لك راسك. وانا نقول او واش انا سمعت هذا الشيء اللي في المطار دابا بودنيا كيتقال ولا كذوب؟ قال لك يقطعوا لك راسك الصاد. قلت له ويلي اش دابا صبر ندير الصوري الجايه صبر. المهم الاخوان نزلنا في المطار ديال سنغافور وكنسمع ان الا عندك الحشيش سلم راسك كذا او لا نقطعوا لك راسك. او واش هذا الشيء اللي سمعت انا بصح ولا غير تخايلت؟ واش هادو سياح جايين لهاد البلاد ولا هادو؟ ويقول لي راه داكشي اللي سمعت راه بصح. او انت علاش غادي يقطعوا لك راسك؟ بقينا كذا بقينا قانون. اسمع انا نساوني بقينا قانون باش يقطعوا لك راسك. خويا هاد الناس هادو راه مسلمين والدوله كتقطع يد السارق وكذا. ويلي ما كاينش السارق في سنغافوره. سنغافوره محكومه بالشريعه. ويلي خرجت ساريت الشوارع واعرس الباسبور ديالهم كان هو النمبر 1. دابا يقدر النمبر 2 ولا ما عرفتش باقي النمبر 1 في العالم. قوه اقتصاديه. وانا نفرح قلت ها هو كنت تنضل نطرح هذا السؤال. هو الاسلام اش صنع؟ فاينلي الاخوان قلنا الاسلام اشنو صنع. فاينلي لا طرح لي شي واحد السؤال اللي كنت تيطرحوه شي اصدقائي وانا براسي كنت كنطرحوه ديالو. ورينا اخي شي دوله اسلاميه دارت بهذا الاسلام هذا وصنعت به شي حاجه ووصلات به هذا الاسلام اللي تتصدعونا به. فاينلي لقيتها الاخ لقيتها هي سنغافوره. غتسرق غتقطع لك يدك بالرجوله من الاخر. ما انا شوف ما تنقولش لك دير هذا الشيء ما ديرش. هذا ماشي سوق هذا ماشي سوق. انا خصني نديها في راسي بالرجوله. وتا هاد السطوريات هادو يقدر تلقاني نعست ونط ومسحتو. دابا فيا النعاس وشاد الطريق وحسيت بحال تطلق لي اللسان صراحه. يقدر غدا نوض راسي. وفهاد تبدل راسك كنقول لك واحد الحاجه. وفي اطار ديها في راسك وقابل راسك ويا ربي تقدتي على راسك وتحكمي راسك يا ربي تيجي هنايا واحد القضيه اللي سميتها الجزاء فردي. كل واحد الاخوان كياخذ داكشي اللي كيستحق في هذه الحياه. الا تبدلتي وخدمتي على راسك شهر شهرين 3 شهور عام تبدا تبان لك الريزولتا كتبدل وتبدا تاخذ واحد الجزاء اخر. اما داكشي اللي كتعيش انت دابا رافض ويقدر تسمع هاد الهضره هادي ولكن انا اللي حمار قلتها لك. ماشي المشكل فيك انت ما كانش خاص تسمع. انا اللي حمار كندوي في هذا الليل هذا فهمتي. ما كانش خاصني اصلا فهمتي. انت كتستحق داكشي اللي زوين وكتستحق الحياه الزوينه والحياه ظالمه وكذا. ولكن خليني في هذا الليل هذا اللي طلق لي اللسان شويه وقدر غدا الصباح نتنادم معايا الحال ونصحى ربي الا داكشي اللي كتستحق. وما بغيتش نافقك في هذا الليل نقول لك لا وانت كتستاهل حياه زوينه. شوف الاخ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ما الاخر ما تيبانش لك الله تيعطيك الخير. اي سؤال ما قلتلكش انت ما انا ما شقيتش على قلبك وانا ما عنديش السلطه وما كيسمحش لي راسي ان اصلا نتهمك بشي حاجه ولا نقول فيك شي حاجه ولا كذا. ما اصلا احسن ما كان ممكن ندير هو نسد فمك. انا هي سؤال انت غير سول راسك ربي ما عاطينيش الخير واش انا في قلبي الخير. وانت اخويا انت عارف راسك. وهذا هي سؤال ماشي راسك. وراه الاخوان راه وحق الرب وتشد الاسلام الحقيقي. خليني من الاسلام المزيف. الاسلام الحقيقي الاسلام اللي غادي تفهمو ماشي غادي تحفظو وغادي تجي تبقى تفلسف عليا ملي نغلط في شي ايه تقول لي لا راه وني ماشي ونا ماشي لا دولي على شي حاجه كبر من هاكا. تنلقاو راه تنبقى تنقرا دي كونفرساسيون في انستغرام وما عمري كنتدخل. دابا هاد الشركه هادي ملي غادي تسد فين غادي يخدموا هاد المواطنين؟ والله ما كنت غادي نسب. وصاحبي واش انت تيق في الله ولا ما تيقش في الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نكمل يجعل له مخرجا بعدا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
وصاحبي نتوما ما بقيتوش تيقين في الله، هذاك يقتل خوتنا، العدو ديالنا يعطيه ويمولو. لا هانيه ماشي مشكل، ما خاصوش يسد، حيت هاد خوتنا ما يلقاوش على بودين ام الرجوله اللي عشنا معاكم الخوت بالرجول. الخوت فاينالي وصلت الخوت، الناس النوض نعاود نشوف هاد السطوريات، حاس 99% ديال المسحوم. وبالرجوله النصيحه اللي نعطي لراسي انا قبل ما نعطيك انت، خصني نتجاهل في راسي وما ندويش بزاف. وراه الاخوان بالمناسبه كنقسم بالله الا 50 الى 50% ديال السطوريات تصورتهم وانا جاي دابا صايق، لان راه ضرب الطريق تنتفرج فيهم كنقول بالرجوله الصاد هاد الهضره كبيره على خونا المتلقي. ماشي تنصغر منك، وانما غير باقي ما وصلتيش لواحد المرحله تفهمها، ويقدر تكون غلط، يقدر نكون انا حمار، وهذا احتمال وارد بنسبه 99.99. خليني نمشي للناس وسمحوا لي بزاف وتنعتذر لكم واحد